يا جدعان ده الزملكاويه بيقولوا احضروا لنا الاهلي الان واحضروا لنا النصر الان. هما غلبوا ريال مدريد ولا ايه؟ ولا خدوا كاس العالم للانديه؟ لا، ده الاغرب كمان بيقول لك من بعد ما كشفنا رجب بحة الزمالك اتغير والاهلي كمان بقاله كام ماتش مش عارف يكسب. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده ورياكت جديد مع هشام. اتاخرت عليكم كتير، بقالي اسبوع تقريبا ما بطلعش خالص وما بعملش فيديوهات. كان عندي كده ظروف خارجة عن إرادتي، فالحمد لله رجعت لكم تاني. عندنا النهاردة كلام كتير قوي، أسبوع بحاله فاتني أخبار كتير طبعا. يعني طبعا ما كنتش متابع قوي نظرا للظروف اللي كانت عندي، بس قعدت كده وشفت اللي حصل الفترة اللي فاتت دي، وكتبت النقط اللي هتكلم فيها. طبعا نقط سريعا، في حاجات مش هنقف عندها كتير، اتحرقت كتير قوي في خلال الاسبوع والكلام كان كتير فيها، مش هقف كتير طبعا عندها. طبعا النادي الاهلي هياخد القسم الاكبر من الاخبار، او من يعني اللي احنا ناخد رأي بعض فيها ونقول افكارنا مع بعض. هنتكلم كده بس سريعا 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 على موضوع الشحات والشيبي، عشان انا ما اتكلمتش طبعا فيه خالص. انا شايف ان حسين الشحات فعلا غلط في تصرفه. ما كانش لازم يعني يخرج عن شعوره، لعيب كبير المفروض يعرف يتحكم في نفسه كويس جدا. الشيبي معروف بقاله كام ماتش احنا لعبناهم السنه دي 3 ماتشات، 4 ماتشات 3 ماتشات احنا كسبناهم، والماتش اللي هم كسبوه الماتش الاخير في الدوري لينا، قبل الاخير يعني. لا، الشيبي كان واضح عليه جدا اللي هو بيستفز اللعيبه كتير، وحصل هجوم عليه كتير قوي من لعيبه الاهلي في ماتش السوبر بالذات. فكان المفروض اللعيبه خلاص عارفه ده ديته ايه، اللي بيقول لك زي ما بيقول لك اللي تعرف ديته اقتله. تجاهله، تجاهل، ما ينفعش تمد ايدك على حد غلط. انا شايف ان العقوبه اللي اتوقعت عليه من النادي الاهلي كانت قويه ومتهيألي كافيه. ما شفناش يعني رابطة الأندية جريت كده عملت عقوبات على أي حد غير حسين الشحات، بس ما علينا، ماتشين ماتشين. بس أنا شايف إن لو حصل أكتر من كده، لا الأهلي لازم يقف ولازم يساند الشحات، ولازم بقى يعرفوا إن في مجلس إدارة قوي. لا أنا مش هذبح اللعيب بتاعي والله. طب ما تحاسب بقى اللي استفز اللعيبة. انا مش بقول ان تصرف حسين الشحات صح، بس نحاسب التاني بقى اللي اللي واضح قوي وظاهر قوي في الماتشات اللي فاتت كلها، اللي هو فعلا انسان مستفز. لا حاسبه. بس انا مش هتكلم في النقطة دي، خلاص انا قفلت كده ايه الكلام في القصة دي خالص. طبعا هاشتاجات وكلام كتير في البرامج، الصفقات الفاشلة للنادي الاهلي، الصفقات الفاشله. يقول لك غسيل الاموال، اللي يقول لك العمولات. هو عارف انت في مثل كده بيتقال، هو مثل مش مؤدب، مثل مش عارف، بيقول لك كذا تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. طبعا كلنا عارفين المثل ده. اهو الزمالك اكتر نادي اتقال في حقه الكلام ده، من موضوع سمسرة لموضوع عمولات. وتخيل بقى ان وصفر بطولات. لا تخيل بقى ان النادي ده هو اللي بيلقح على النادي اللي واخد كل البطولات، ويقول لك سمسارة ويقول لك حاجة. طبعا كلام تافه من ناس متخلفة عقليا. يا عم انا جبت صفقات فاشلة، مثلا هتقول لي زي مثلا سافيو، هتقول لي مثلا زي شادي حسين، هتقول لي زي مصطفى سعد ميسي، ده ما لحقش يلعب يعني وكده. هقول لك يا عم ماشي، لكن يعني ناس كنا فاكرينها كواليتي عالي وما طلعتش كواليتي عالي، او مش هي قدرت يعني ايه، مش هي دي اللعيبه اللي تلعب في النادي الاهلي. لكن هتكلمني على قندوسي، هتكلمني على كريستو، لا كريستو خامة عالية قوي قوي قوي، وبان في الماتشين اللي هو لعبهم ان هو لعيب عالي قوي قوي، محتاج بس شوية ماتشات، محتاج شوية ماتشات. القندوسي انا شايفه لعيب عالي جدا، بس مشكلة القندوسي انه دفاعيا قليل شوية بس، لكن ككورة لا لعيب كبير. القندوسي لعيب كبير جدا، ومتهيألي انه ما بيلعبش كتير علشان كولر عايز اللي ينزل يكون بيدافع وبيهاجم كويس الاتنين. انت متخيل؟
يعني كولر محتاج لعيب من ليه مواصفات خاصه. فالقندوسي لازم يشتغل على نفسه كتير، بس لعيب كبير جدا ومهارته عاليه قوي وعينه حلوه قوي، وتحس انه حاسس باللي حواليه كلهم، بالمواقع اللي حواليه. وبانت في اكتر من كوره عمل اسيستات بكعب رجله من غير ما يبص جوه ال 18 كمان. فلا احنا صفقات فاشله ماشي، في صفقات فاشله بس في صفقات ناجحه. واعتقد الموسم ده يبين لك قد ايه ان الاهلي استفاد كتير جدا من صفقات معينه. مش وارد يعني. وارد ان صفقات تفشل وصفقات تمشي، وارد. بس حاسبني في الاخر على النتيجه، انا ايه كسبان خسران؟ لا كسبان، واخد كل البطولات، عندي فائض في الميزانيه، خدت كل البطولات وشوف دخل لي كام مليون دولار. لا عايز تحاسبني، تعالى حاسبني لو خسرت كل حاجه وانا عمال اسمسر في اللعيبه دي كلها زي الزمالك. لكن جاي الفريق ناجح تقول له صفقات فاشله؟ يا راجل حرام عليك. هنيجي نتكلم بقى على الصفقات اللي محتاجها النادي الاهلي. احنا لو مسكنا تشكيله النادي الاهلي، طبعا انا مستبعد شويه ناس اللي هم خلاص مشوا، مثلا زي علي لطفي وزي مثلا شادي حسين وكده. هنتكلم على حراسة المرمى، عندك الشناوي وعندك شوبير وعندك حمزة علاء. انا متهيألي حراسة المرمى انا مطمن عليها جدا، متهيألي مش محتاجين حارس مرمى بعد ان علي لطفي مشي. حرام الصراحة اللي احنا نجيب، احنا عندنا اتنين بعد الشناوي مالهمش حل، بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب كلنا. لو هنتكلم على قلب الدفاع، عندك ياسر ابراهيم وعندك محمد عبد المنعم وعندك محمود متولي وعندك رامي ربيعه، وعندك الواد معتز محمد اللي لعب ماتش المصري، الواد 18 سنه، تحفه. تحفه، بيلعب بشماله وبيطلع بالكوره ومش خايف واثق في نفسه. لا لعيب تقيل قوي، تحس انه محمد عبد المنعم صغير. وعندك كمان خالد عبد الفتاح لان اكرم توفيق رجع، فعندك خالد عبد الفتاح ممكن كمان تستغله في قلب الدفاع احسن ما تستغله باك يمين. فانا اعتقد الاهلي في قلب الدفاع مش محتاج حد خالص، رايي. عندك الباكات، باك يمين عندك محمد هاني وعندك اكرم توفيق وعندك برضو خالد عبد الفتاح جوكر، ما بيلعب ما بين قلب دفاع وبيلعب باك يمين. فاعتقد برضو ان الباك يمين للاهلي خلاص متقفل زي الضمنه، مش محتاج. هنيجي للباك الشمال بقى، وده اللي عليه كلام كتير جدا. عندك علي معلول وعندك كريم الدبيس وعندك محمد اشرف. لا محمد اشرف الصراحه لا، يعني لعب كذا ماتش ما اقنعنيش، ولا كريم الدبيس اقنعني. احنا عندنا مشكله في الباك الشمال، لازم باك شمال. كان بيتكلموا عن شكري او واحد اسمه احمد محمد شكري او كده. انا الصراحه ما تابعتوش. بس كده احنا باك يمين باك شمال محتاجين تدعيم ضروري ضروري. هنيجي عندك للاجنحه، عندك مين اجنحه؟ عندك كريستو، عندك طاهر، عندك الشحات، عندك تاو، عندك عبد القادر، عندك رأفت خليل، عندك كريم فؤاد. هتقول لي طب ما انت عندك اجنحه كتير اهو، يعني ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه. سبعه، سبعة أجنحة، محتاج ايه؟ ده هما اتنين بس اللي بيلعبوا. بس انا باجي ابص الاسماء كده، لا يعني مثلا كريستو ماشي لعيب عالي وهيجي منه وصغير. شحات لا نقاش، تاو لا نقاش، عبد القادر آه يعني استمرارية، رأفت خليل عايز وقت، كريم فؤاد لسه راجع من إصابة. طب انت ما جبت سيرة طاهر ليه؟ اقول لك طاهر الصراحة ما اقنعنيش. للاسف انا شايف ان طاهر جه الوقت اللي هو خلاص كفاية. كفاية، احنا مش جايبين حد يحتفل. طاهر انا اعتقد اللي هو لازم يخرج، لازم. واعتقد اللي هو ممكن يخرج رأفت خليل علشان يديله فرصة يلعب ويبقى كويس يعني، ويبقى يرجع بعدين. واعتقد كده اللي احنا محتاجين بقى جناح ملوش حل، زي طبعا رضا سليم. فصفقة رضا سليم هتخش هتعوض النقص هنا. يعني احنا كده محتاجين زي ما انا ما قلت جناح وباك شمال.
هنيجي نتكلم على الهجوم. عندنا كهربا ومحمد شريف، فاحنا محتاجين مهاجم. يعني انا لحد دلوقتي قلت احنا عايزين 3 لاعبين، باك شمال وعندك جناح وعندك مهاجم. دول الصفقات اللي الاهلي محتاجهم. رضا سليم طبعا وسط الملعب احنا دعمناه خلاص بامام عاشور، فخلاص احنا مش محتاجين خالص وسط ملعب. فانا رايي كده خلاص ان احنا محتاجين مهاجم، باك شمال، و جناح. دول ال3 لعيبه اللي الاهلي محتاجهم. انا طبعا مش هقول خلاص رضا سليم لحد اما النادي الاهلي يعلن رسميا. بس كله بيقول لك خلاص، بس لا انا مش مع خلاص دي الا لما تعلن رسميا. كده احنا محتاجين 3 لعيبه. بيراميدز طبعا انهى صفقه بوبو ب 55 مليون. نادي فيوتشر كان طلب استعاره 3 لعيبه من الاهلي، مش عارف طاهر ومين ومين ومين. لا انا رايي ان فيوتشر ده ما نتعاملش معاهم. اداره نادي فيوتشر اثبتت اللي هي في تعنت مع الاهلي بالذات. فانا رايي رفض التعامل خالص خالص مع فيوتشر، مش هنديهم ولا لعيب. طبعا القوانين الجديده اللي طلعها اتحاد الكوره عندنا في الاهلي بس موضوع 7 لعيبه اعاره اخرك. مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. والله يا جدعان الكلام ده ما موجود في العالم. احنا بس بنألف علشان نأذي نادي معين لمصلحة أندية تانية بس وانت مالك يا عم؟ اشتري يا عم، اشتري الدوري كله واطلعه كله، وانت مالك؟ انا راجل بيزنس، انا ده بيزنس بالنسبه لي. انا لما بجيب لعيب وبطلعه اعارات ما هو بيدخل لي فلوس. انتوا متخلفين وهتفضلوا متخلفين كده على طول بالدوري بتاعكم ده. احنا اصلا بنلعب في الدوري ده بس عشان نوصل لافريقيا ونروح كاس العالم للانديه. غير كده دوري ولا ليه 30 لازمه، ولا انتوا بتفهموا كوره، ولا انتوا بتعملوا لصالح الكوره اصلا. زي بيقول لك اسقطوا ثروت بتاع بتنجانه ده. طالع يتكلم على اسقاط العقوبه بتاعت الزمالك بتاعت الانسحاب من السوبر. يقول لك اصل خلاص البطوله دي اتلغت وبقى في بطوله النخبه. لا، في بطولة الكنافة. بطولة الكنافة خليكوا كده، هتجيبوها ورا. انا نفسي الاهلي ولا يشارك لهم في اي بطولة غير الدوري بس عشان نروح نلعب افريقيا بس. يبقى هو ده المغزى من الموضوع. لكن احنا ننجح لكم بطولاتكم لا. هنيجي بقى على الزمالك وازمات الزمالك. وقف القيد. ميدو عمال يكلم عشان رضا سليم كلام كتير كده عمال يتقال. غلبوا الاتحاد المنستيري التونسي الغلبان يا عيني. تفتروا على الغلبان، جايين على الغلبان. ده الدوري هنا ده كل فريق اداكوا على قفاكوا قد كده. جايين رايحين تفتروا على الفقير فنيا وكل حاجه. فريق وسط في الدوري التونسي. يا جدعان مش مقياس. الماتش اللي الزمالك لعبه ده مش مقياس. انا مش عارف يعني انا مش عايزهم يتصدموا والله. هو انا مش فارق معايا يا عم. يا رب الزمالك ان شاء الله ياخد البطوله وانا مالي. بس مش بعد ما غلب المنستير 4 ساعة هاتولنا الاهلي دلوقتي. يا ابني انا مش هتكلم كتير. ده انتوا لسه شايلين 4، امال لو مش حال ما كنتوش لسه شايلين 4. ما علينا. الزمالك عمال يقول لك الصفقات وبنخلص في 3 لعيبه وبتاع. انتوا بتضحكوا على مين؟ انا مش هقول لك انت جبت فلوس منين. انا هقول لك هو انت اصلا خلصت مشكله القيد الاول علشان تتكلم على صفقات؟ انتوا عارفين نادي الزمالك بيفكرني بايه؟ بيفكرني بمسلسل عبد الغفور البرعي. اه والله. لما دخل المزاد في الاول كده على اساس اللي هو ايه، يحاول يغلوش ويقعد يعلي علشان يعرقوه يمشي. هو بقى معفن معهوش فلوس زي الزمالك كده. بس ايه بقى، عبد الغفور البرعي ربنا كرمه طبعا. لا الزمالك بقى بيخش عمال يقول كده علشان يعلي اسعار اللعيبه على الاهلي وبيراميدز، وهو ما يشتريش يبقى بس خسرهم. يوم الاهلي وبيراميدز يعملوا ايه بقى؟ يلاقوه زي اللهبل عمال يعلي وهو اصلا معهوش يروح يجيب هدوم داخليه لنفسه حتى. يوم قايل له ايه؟ اشرب المزاد. يوم رايح للنادي بقى يقول لهم ايه؟ لا ده انا معيش فلوس والله، ده انا كنت داخل اهرج. انت مكشوف، انت معروف اللي انت معكش فلوس.
روح الاول ادفع غرامتك، افتح القيد، حسس الانديه، حسس الانديه اللي انت هتنافسها في الصفقات اللي انت معاك فلوس. بس حسسهم بس بكده عشان يقدروك ويعملوا لك قيمه، يا قليل القيمه. لكن انت معكش فلوس وعمال تتكلم على صفقات، كله سايبك تتكلم وعارف اللي انت بق ومعكش اصلا. كان الاولى اللي انت تروح تدفع اللي عليك. صح ولا ايه يا جماعه؟ انا بتكلم غلط كده؟ بس ف والله يعني المشهد ده لما قريته كده والله جه في دماغي مسلسل بتاع عبد الغفور البرعي اللي هو اللي انا عايش في جلباب ابي على طول. لما كان كحيان في الاول وكان بيروح المزادات عشان يطلع له بقرشين في المزاد بس. هو ده الزمالك. روح حل مشاكل وبقول لجماهير الزمالك فككم من الاهلي وركزوا مع فرقتكم، سواء اليوتيوبر، سواء الجماهير، سواء قناه الزريبه. ركزوا في فرقتكم بس، ركزوا بس كده ايه. ويعني خلوا بس في استمراريه كده عشان يبقى في منافسه، عشان ما تدسوش في الرجلين الموسم الجاي. بس يا جماعه انا كده خلصت كل حاجه. اتمنى ان انا اكون لميت كده الاسبوع اللي فاتني معاكم. ان شاء الله باذن الله هنطلع مع بعض كل يوم. اتمنى دعمك، اعمل اشتراك في صفحتي على الفيسبوك وقناتي على اليوتيوب رياكت مع هشام. مستني دعمكم، ويلا يلا سلام عليكم.